كتير من الناس فاكرة إن ذكاء الطفل بيتقاس بدرجاته في المدرسة، لكن علم النفس بيقول غير كده تماماً. الذكاء مش قدرة واحدة، الذكاء هو مجموعة قدرات زي الفهم، حل المشكلات، التكيف والتفكير. في نظرية مشهورة اسمها الذكاءات المتعددة، بتوضح إن كل طفل ممكن يكون ذكي، بس بطريقة مختلفة. في ذكاء لغوي، وده بيظهر في الأطفال اللي بيعرفوا يعبروا بالكلام ويحكوا كويس. وفي ذكاء منطقي، وده عند الأطفال اللي بيحبوا التحليل، الأسئلة وحل الألغاز. وفي ذكاء إبداعي، وده بيبان في الخيال الواسع والقدرة على ابتكار أفكار جديدة. وفي ذكاء اجتماعي، وده بيخلي الطفل يفهم مشاعر الناس ويتعامل معاهم بسهولة. وفي كمان ذكاء حركي وسمعي، وكل نوع منهم مهم وليه قيمته. الدراسات بتأكد إن الطفل ممكن يكون ضعيف دراسياً، لكن عنده نوع تاني من الذكاء قوي جداً. عشان كده تقييم ذكاء الطفل لازم يكون من خلال سلوكه، طريقة تفكيره وتفاعله مع العالم، مش من خلال الدرجات بس. دورك كأب أو أم إنك تلاحظ، تفهم وتدعم نوع الذكاء اللي عند طفلك، لأن كل طفل عنده طريقة خاصة يقدر ينجح بيها. لا تنسى الاشتراك في القناة وادعمنا بلايك.